الحكم المصري أمر الدولة اتصور مع إمام عاشور، والحكم جاب المدام وولاده بعد ماتش الأهلي امبارح واتصور مع إمام عاشور والدنيا اتقلبت. طبعا الحكم حتى لو هو أهلاوي ولا مش عارف إيه ولا انتمائه أهلاوي، عملها بحسن نية إنه بيتصور مع سوبر ستار إمام عاشور. حتى الصور ما كانتش حلوة قوي عشان إمام عاشور ما كانش لابس الفانيلا، ويعني حتى فوتوغرافيا وفنيا الصور ما كانتش حلوه. بس الحكم يا عيني بطيب خاطر كان جايب المدام معاه بعد ما حكم الماتش، وقال لها تعالي نتصور مع العيال مع امام عاشور، ولو عرفنا نتصور مع بقيتنا نجوم الاهلي نتصور. يعني طالعين كده رحله، ويعني والدنيا كانت حلوه وبتاع. فيعني الراجل على ما اعتقد عملها بحسن نيه، انما إن الدنيا اتقلبت وقالت ازاي يعني حكم زي ده يحكم للاهلي وبعد كده ازاي وهو اهلاوي خالص ويبقى في منافسه شريفه. وما المفروض الحكم حتى لو اهلاوي او زملكاوي ما يظهرش ميوله الكرويه، والدنيا اتقلبت. انا بقول للحكم امر الدوله، يعني انت اهلاوي ولا زملكاوي ما تبينهاش قوي كده، يعني مش في وسط العالم كله وجايب اسرتك كلها ويلا وتعالي وتعالوا يا عيال ونتصور. وحتى لما جيت تتصور مع امام عاشور خليه يلبس التيشيرت، حتى ما كانش منظر. المفروض تلمها. والحكام بقى مع بيريرا يعني موسم اصلا كارثي للحكام، فجه بقى امر الدوله خبصها اكتر عشان كل الفرق اهلي وزمالك وسيراميكا وبيراميدز كلهم بيقاسوا من الحكام. فانت جيت طينتها اكتر، وتعالى يا امام وتصور يا امام وانا اهلاوي يا امام. طب بعد كده انت هتيجي تحكم للاهلي ازاي ولا للزمالك؟ فانت هتتقطع. يعني لازم يكون عندك شويه سنس يا قمر الدوله. على العموم عاد غلطه وعدت وبيقولوا هيحققوا معاه، وانا ما اعتقد هو عملها بحسن نيه. بس يعني انت اهلاوي او زملكاوي او وات ايفر، ما تبينهاش قوي كده. ما ينفعش. بعد كده هتحكم ازاي؟ صعب جدا. على العموم ياما هنعيش ياما هنشوف في دوري الملوخية والفساكونيا بتاعنا، دوري النيل ده اللي هو بيبتدي في شهر 8 وبيخلص في 8. الدوري عندنا بيقعد 12 شهر الحمد لله متواصل، 12 ما فيش راحة للاعبين، مؤجلات مؤجلات وتحكيم بزراميطة خالص. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن المتابعة. وده نصيبنا وده قدرنا. هنحب برضو الدوري ده ونشجع الاهلي ونشجع الزمالك مهما حصل، انما يا ريت المسؤولين عن الكوره في مصر يصحوا ويفوقوا شويه. شكرا لحسن المتابعه، اشوفكم دايما على خير، واشكركم على دعمكم للقناه. ميرسي.